رسالة في كلمة لا إله إلا الله. حقيقة معنى لا إله إلا الله. رسالة في كلمة لا إله إلا الله بين فيها حقيقة التوحيد ومعناه، وكونه لا ينجي من النار سواه، وله في معنى لا إله إلا الله ما نصه. قال رحمه الله تعالى: هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان. فرحم الله امرأ نصح نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا، وأن الله عز وجل جعل لكل منهما أعمالا، فإن سأل عن ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة توحيد الله تعالى، فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعا، ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال. ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله، فمن مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بإبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان فهو من أهل النار قطعا، كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في الدنيا ويتعبد الليل والنهار، لكنه خلط ذلك بالشرك بالله، تعالى الله عن ذلك. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الآية. فرحم الله امرأ تنبه لهذا الأمر العظيم قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم، وهم العلماء الذين علموا ولم يعملوا، وطريق الضالين، وهم العباد الجهال. فما أعظم هذا الدعاء، وما أحوج من دعا به أن يخلص قلبه في كل ركعة إذا قرأ بها بين يدي الله تعالى أن يهديه وأن ينجيه، فإن الله قد ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في الفاتحة إذا دعا به الإنسان من قلب حاضر. فنقول: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات، وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمراد معنى هذه الكلمة، وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. فاعلم أن معنى هذه الكلمة نفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى، وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حق لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال تعالى:
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الآية. فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا قيل لا يرزق إلا الله فكذلك. فإذا قيل لا إله إلا الله فكذلك. فتفكر رحمك الله، واسأل عن معنى لا إله إلا الله كما تسأل عن معنى الخالق والرازق. فاعلم أن الإله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم. فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. العبادة وأنواعها. والعبادة أنواع كثيرة، لكني أمثلها بأنواع كثيرة لا تنكر. من ذلك السجود، فلا يجوز لعبد أن يضع وجهه على الأرض ساجدا إلا لله وحده لا شريك له، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي. ومن ذلك الذبح، فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحده، كما قرن الله بينهما في القرآن في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح. وقال: فصل لربك وانحر، فتفطن لهذا. واعلم أن من ذبح لغير الله من جني أو قبر فهو كما لو سجد له. وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن أنواع العبادة الدعاء، كما كان المؤمنون يدعون الله ليلا ونهارا في الشدة والرخاء وحده، لا يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة. فتفكر رحمك الله أنه فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء، هذا يريد سفرا فيأتي عند قبر أو غيره فيدخل عليه بماله على من ينهبه، وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة. فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود وتعرف أن الدعاء من العبادة، فكيف تدعو مخلوقا ميتا عاجزا وتترك الحي القيوم الرؤوف الرحيم القدير؟ فيقول هذا المشرك: إن الأمر بيد الله، ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله وتنفعني شفاعته وجاهه، ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك. يدبر الأمر. وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.